السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى أحوالكم تكون بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا اليوم إن شاء الله عندي طلبية ديال الصابلي بدون شوكولا وبغيت نشاركها معكم. كيف ما كتشوفوا شكيلات زوينين، وأيضا بلاطة الصابلي اللي دائما ما كنتخطانيش، دائما هي اللي كنحضر بها الصابليات ديالي. كنتمنى أنكم تتبعوا الفيديو حتى الآخر تشوفوا الطريقة ديال هاد الشكيلات ديال الصابليات ديال العيد. اول حاجه كيف ما كتشوفوا عندي هنا 250 غرام ديال الزبده. هنا خديت انا الزبده الممتازه، يمكن اللي ديروا المارغرين او ديروا ديال العلب. انا على حسب الطلب ديال السيده درت واحد القرصه الملحه، وغادي ندير في هنايا 2 كيسان ديال السكر كلاصي. يمكن لكم ديروا كاس ديال السكر وديروا كاس ديال سنيده. هنايا درت واحد تقريبا واحد 4 معالق ديال الخميره الحلوه. انا دائما البنات هذا كندير واحد شويه طريقه ديال الخميره ديال الحلوه في الصابله ديالي. هنا صافي كنبدا نخدم هذيك الزبده مزيان. كيف ما كتشوفوا ان الزبده واخده درجه الحراره ديال الكوزينه. هنايا البنات دغيا كتخدم ليا، دغيا كتذوب. وايضا البنات الجو حار. هنايا غادي نضيف واحد الكاس ديال الزيت. هنايا البنات كما كتشوفوا انا ما عمرتش الكاس، ولكن الا درتو المارغرين او الزبده ديال العلب يمكن لكم تعمروا الكاس ديالكم. انا تقريبا هنا درت كاس الا ربع. علاش البنات؟ لان الزبده عندي هنايا الممتازه كتكون ميدمه. زدت ضفت واحد فلون ديال الكراميل، ضفت واحد 2 بيضات، وغادي نخدم المكونات مزيان. صافي كيف ما كتشوفوا حتى ما كيبقاش يبان لي هذاك البيض، كينسجم ليا مع الخليط. هنا كيف ما قلت لكم البنات الا كنتو غديروا ديال الزبده ديال العلب يمكن لكم ديروا كاس عامر. هنا غادي ندير واحد المعشقه ديال الجليكوز البنات كيعطينا واحد القرمشه، وكيجي الصابلي قابط راسو ما كيتجمعش لينا في الفران. هنا غادي نضيفوه في الاخير واحد شويه ديال النكهه ديال البسكوي، او كديروا اي نكهه كتفضلوا. غنخدم هذاك المكونات اللي ضفت على الخليط. وهنا غادي نبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للبنات الدقيق دائما كنركز لكم على هذه النقطه، ان الدقيق كنضيفوه غير كميه بكميه حتى كنحصلوا على القوام ديال العجين اللي بغينا. هنا غادي نضيف كميه اخرى، واخا حتى كيكون عندنا العبار مضبوط دائما كنبقى ندخل كميه بكميه على حسب النوعيه ديال الدقيق وعلى حسب ايضا النوع ديال الزبده اللي خدمت بها. هنا صافي هنا غادي نبدا غير كنجمع. كيف ما كتشوفوا دائما البنات خدموا الصابلي ديالكم في واحد الاناء اللي تيكون مجموع بهكايا، ما تدوزوش في القصعه. هذا هو القوام البنات ديال العجين ديالي ديال الصابلي، ما كتبقاش تلصق. هنا صافي هذا هو القوام ديالها. هنا غادي ناخذ واحد السلوفان او بلاستيكه، وغادي ندير فيها العجينه ديالي. هنا ما كندخلهاش البنات الثلاجه. الا كنتو غادي ديروا الزبده ديال العلب او المارغرين يمكن لكم تدخلوها الثلاجه، لان الا دخلت انايا هاد العجينه ديالي اللي عجنتها بالزبده الممتازه راه غتطلق ليا الزيت. هنا مباشره انا البنات غادي نبدا نخدم بها. هنا ضروري اننا نديروها في البلاستيك باش ما غاديش تنشف. وهنا غادي نبدا نطلق العجينه ديالي، كناخذ غير شويه بشويه ما بين واحد بلاستيكه، وغادي نبدا نطلق العجينه ديالي. السمك ما يكونش رقيق وما يكونش غليظ، لانني هذا الشكل الاول اللي غنخدمه غادي نخدمه ما غاديش نلصق وحده مع وحده. بنات هاد العجينه ديال الصابلي عرفتي البنات راه تخدموها بعينيكم مغمضين، لانها ناجحه في 100%. واخا كتدخلوا الفران ما كيتجمع لكمش، كيبقى القوام ديالها كيف ما دخلتوها كيف ما كتبقى. هنا صافي كنبقى نرش واحد شويه ديال الدقيق، غير شويه باش كيساعدني انني نهز الصابلي ديالي بسهوله. وكناخذ الطابع المستطيل كنبدا نطبع به، صافي كنهزو وكنوضع الصابلي ديالي في الطاوه. فهاد الاثناء البنات رانا كنسخن الفران ديالي تيكون سخون. هنا كيف ما كتشوفوا البنات راه انا غير كنتقاسم معكم شكيلات، ولكن نتوما كديروا الشكال اللي بغيتو. كيف ما كتشوفوا حنا كنتقاسموا بيناتنا غير الافكار. وهنا صافي البنات من بعد هنا درتو فوق هاد السيربات. هنايا غادي باش يعطيني الشكل ديال السيربات هنايا البنات، وغادي ندخلو الفران ديالي.
بالنسبه لبنات الصابلي ديالكم دائما نقصوا عليه على نار مهيله باش يطيب لكم ويجي محمر ويجي مقرمش. بالنسبه للشكل البنات الثاني غادي ناخذ هذا الطابع هذا اللي غادي نلصق وحده مع وحده. هنا تيكون بالنسبه الصابليات الاشكال راه تيكون على حساب طلب الكليان. هنا صافي كيف ما كتشوفوا هنايا بالنسبه هاد الشكل هذا راه حاولت انني نرقو لانني غادي نلصق وحده مع وحده على هاد الشكل هكا. هنا صافي غادي نبقى مستمره على الطريقه كيف ما كتشوفوا. غادي نبدا نستف الطاوه ديالي، غادي نبدا نطبع ونستف. بالنسبه لبنات الشكل الثاني هذا هو الشكل ديال القليب، حتى هو غادي نلصق وحده مع وحده. تا هو البنات راه كيجي واحد الشكل زوين. هنا دائما البنات ملي كتشوفوا الطابع ديالكم انه بدا كيخسر لكم في هكا ما تيجي الشكل زوين، دائما مرروه في الدقيق على هذا الشكل هكا، وكتبداو تكملوا الطبيعه ديالكم ديال الحلوه. صافي غير البنات غادي نبقى مستمره على الطريقه حتى غادي نكمل. كنهزو غير نحاول نهزو غير بشويه، هو راه دغيا كيتهز ليا غير باش ما يتخسرش الشكل ديالو. هانتوما هنا البنات دائما كيفاش كنخدم انايا هاد الوحده مع وحده، كندير الصف هكايا وكندير الصف تيكون هكا اللي تقبتو من الوسط وتقب والشكل سامبل هكايا دائما باش ما كنغلطش باش تجيني حبه لاصقه على الاخرى. بالنسبه للبنات الشكل الاخر هذا الشكل اللي ولا جديد البنات. بالنسبه هاد الطبع راه كتشريوه هكا كيكون فيه واحد صغير واحد كبير. هنايا انا البنات شريتهم ب5 دراهم زوينين بالنسبه تخدمي بهم المالح او الحلو. هنا كتبداي طبعي وحده هكا صغيره وكتطبعي وحده كبيره لانني غندير وحده فوق وحده. هنا صافي غادي نحيد لاباط صابلي ديالي ونوضعها حتى هي مباشره في الطاوه، وغادي ندخلهم هنايا البنات حتى هما غادي نوضعهم فوق السيلباد باش يعطيوني هذاك الشكل ديال رشمه ديال السيلباد. وغادي ندخلهم في الفران يطيبوا على نار مهيله. دائما كيف ما كنأكد البنات الصابلي ديالكم يطيب على نار مهيله على هذا الشكل هكا باش كيجي محمر وكيجي. هانتوما الشكل البنات راه ما كيتغيرش في الفران، كيبقى القوام ديالو كيف ما كتدخليه كيف ما كتخرجيه. هنا البنات هادو هما الشكيلات اللي شاركت معكم. دابا غادي نبدا باش نلصقهم. هانتوما البنات راه كتجي وحده فوق وحده هكايا ما كيتغيرش الشكل. بالنسبه هنايا البنات دائما التعليكه ما كتخطانيش، دائما كنكون صايب واحد الكميه وكنديرها في الثلاجه هي اللي كنلصق بها لان كتعجبني بزاف، هي كتبت لي الصابلي. انا كنفضل على داك الجليكوز والناباج. هنا صافي كنبدا نلصق الصابلي ديالي كامل البنات وعاد كنبدا نكمل ليه التزيين. بالنسبه هنا كنلصق وحده مع وحده. وبالنسبه هاد الشكل ايضا البنات غادي ناخذ غير واحد شويه ديال التعليكه. هاد التعليكه عندي بنكهه الشوكولا السوداء، كندير غير واحد شويه وكنلصق الصابلي ديالي فوق الاخرى. نفس الطريقه غادي ندير غير واحد شويه ديال التعليكه وغادي نستمر على الطريقه حتى كنكمل الشكل ديالي كامل. وبالنسبه اللي ما بغاش يدير التعليكه يمكن لكم ديروا غير الناباج وكديروا كميه ديال الناباج مع نفس الكميه ديال الجليكوز وكديروها على نار مهيله حتى كتبدا تغلي لكم. صافي تبداو تلصقوا بها، او الا بغيتو تزيدوا النكهات كتزيدوا النكهه اللي كتفضلوا. هنا بالنسبه حتى هذا الشكل غادي نلصقوا. هنا ما بغيتش ندير التعليكه من الوسط لانني غادي ندير له الفرامبواز. هنا كندير نحاول ندير غير من الجناب وكنلصق وحده على وحده. هنا كيف ما كتشوفوا ان ضروري يكون عندك الخاطر ديال الصابلي. هنا البنات حضرت هنايا كيف ما قلت لكم
درت هنا واحد 2 معالق ديال ناباج مع 2 معالق ديال الجليكوز، خليتهم حتى غلاو على نار مهيله، وكنخليهم حتى كيبردوا. كندهن بهم الصابلي من الفوق باش غادي ندير له هذاك يتلبس لي كامل بكاوكاو كونكاسي اللي حمرته من قبل، او كديروا اللوز كونكاسي او اللوز افيلي لكم الاختيار. هنا صافي كنبقى نزينو على هذا الشكل، وصافي البنات كيجي الشكل ديالو زوين. بالنسبه بزاف ديال الكليانات اللي كيبغيو هذا الشكل هكا تيبغيو انه تكونوا ندير لهم غير هكايا كاوكاو او اللوز كونكاسي من الفوق، ما كيبغوش الشكلاط. هنا صافي كنبقى مستمر على الطريقه. بالنسبه حتى هذا الشكل البنات كنحاول اني ندوز هذاك جوانب عليهم شويه ديال الجليكوز والناباج اللي حضرتهم، وغادي حتى هما غادي ندوزو في داك كاوكاو كونكاسي، او كيف ما قلت لكم الاختيار، يمكن لكم ديروا اللوز افيلي. انا كنفضل هاد اللوز كونكاسي كيعطي واحد المنظر والشكل زوين. هنا صافي من بعد ما غادي نكمل التزيين ديال الصابلي ديالي. هنايا البنات عندي لاباط شوكولا اللي كنت حضرتها من قبل، الا بغيتو البنات تلقاوها عندي في القناه. الطريقه ديالتها زوينه، وايضا كيكون ثاني عليها طلب بزاف الخدمه ديال لاباط شوكولا في الصيف، لانها ما كتذوبش كتبقى هكاك. غير هي حاجه وحده، انكم ما تدخلوا الصابلي ديال لاباط شوكولا للثلاجه لانها باش ما تقصح لكمش. هذا هو شكل البنات ديال الوريضه اللي حضرت. انا كنحضرهم من قبل، كنخليهم كنوجدهم باش كتجيني الخدمه سهله. بالنسبه لهذا الشكل ديال القليب من بعد ما لصقته كندهن غير النص، وغادي ندوز له حتى هو الكاوكاو كونكاسي على هذا الشكل. وبالنسبه في هذه الجهه غادي ندير شويه ديال الجليكوز وناباج، وندير هذيك الوريضه الصفراء هكا حتى هي بلا بات شوكولا. صافي البنات نفس الطريقه غادي ندير هذا الشكل حتى هو، غادي ندهنو مزيان حتى هو، وغادي نلبسو كامل بالكاوكاو كونكاسي، اولا بغيتو تلصقوا وحده مع وحده. هنا صافي البنات كنبقى مستمره على طريقه مهم انا عطيتكم الفكره كيفاش تزينوا وكيبقى لكم الاختيار. صافي هنا ان شاء الله غنستمر على طريق على التزيين، وتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الصابليه ديالي من بعد ما كملته. بالنسبه للبنات هادو درت له هذاك خديت غير الجليكوز، الكميه ديال الجليكوز مع كميه كتكون متساويين، كنخليهم على نار مهيله حتى كيغلاو، وكنزيد عليهم النكهه، وكتعمروا هذيك التقيبه ديالكم بالجليكوز والناباج. وايضا داك الشكل الدائره المدور البنات راه درت له شويه الشوكولا الزيكزاك. وبالنسبه هادو هما الشكيلات البنات اللي شاركت معكم، كيجيو شي حاجه زوينه وكيجيو راقيين البنات في الشكل وفي المنظر. وايضا ما نقولكمش على المذاق، كتجي واحد القرمشه في الصابلي، وايضا هشيش بداك اللوغو ديال الزبده ديال الاكل البنات، راه كتعطي الصابلي ديالنا واحد لوغو زوين بزاف. كنتمنى ان هاد الشكيلات اللي شاركت معكم يعجبوكم. دائما كنقول لكم كيف ما كنبخلش عليكم، نتوما ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج. بارطاجيو البنات باش تعم فائده على الجميع. تنقول لكم السلام عليكم، فيديو مقبل ان شاء الله.